بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن الاحوال، وسنه سعيده عليكم وعلى حبايبكم وعلى اولادكم، واللي محققش حاجه السنه اللي احنا فيها دي حققها السنه الجايه ان شاء الله، وتكون سنه زي الفل عليكم وعلى حبايبكم كلها. الناس اللي بتسالني يوم يوسف المحتوى بتاعك فين؟ المحتوى بتاعي على قناه اسمها يوميات الست عزة على اليوتيوب. ان شاء الله لو دخلت وشفت المحتوى هيعجبك قوي، هيبقى زي الفل. بقالي سنة ونص بقدم في المحتوى ده، ان شاء الله هيعجب كل اللي يخش يتفرج عليه. اشكال والوان بقى وحاجات محمر ومشمر. هتعملي ايه يا ست ام يوسف النهارده؟ انا بعمل بسله. هتعملي بسله؟ هعمل بسله وهقدمها طبق بسله ان شاء الله. كل اللي هيجربها بنفس الطريقه دي والله هيبقى طبق بسله ولا قبله ولا بعده. ماشي. احنا كده معانا البصلايه حطيناها اتحمرت شويه زي ما انتم شايفين كده، اديناها اللون الحلو الاصفر ده، وحطينا عليها فصين ثوم فرسناهم يعني بالهراسه زي ما انتم شفتوهم. ومعانا البسله بتاعتنا ماشي. ومعانا عصير الطماطم بتاعنا طبعا ضربناه في الخلاط اهو. حمرنا التوميه شويه اديناها لون ضفه. هننزل بالطماطم بتاعتنا كده اهو. يعني هو محدش بيعرف يطبخ طبق البسله اللي انت بتعمليه دي، لا كل الناس بتطبخ البسله اللي انا بعملها دي، بس لو انت حمرت لها البصلايه شويه اديتها لون زي ما وريتها لك كده، هيديكي طبق بسله لا كلت قبله ولا بعده ان شاء الله، هيعجبك قوي. ماشي اهو. نزلنا العصير بتاعنا، علينا عليها شويه. اللحمه طبعا على البوتاجاز اهيت، هنحطها برده في قلب البسله. ماشي. البسله بتاعتنا جزر، والبسله لو البسله معاكي ما هياش مسكره او البصل وانت عيالك يعني بيحبوها النوع اللي هو مسكر شويه، ممكن تنقعها شويه بنص معلقه ملح كده. ملح ايه، سكر، نص معلقه سكر على الجزر، هيديها طعم طبعا، طعم تاني خالص. مش طعم تاني خالص اللي هو الطعم بقى اللي احنا مش هنحبه، لا هيديكي طعم طبعا، طعم جميل. هيديها شويه سكر كده في طعم البسله، هتخليها طعمها طبعا رهيب وطعمها حلو قوي. حطينا شويه فلفل اسود، طبعا احنا حاطين التوم زي ما وريتهولكم، شويه كمون صغيرين كده. ماشي. نظبط الملح بتاعنا، طبعا بتظبطي كل الخضار بتاعك وما تكتريش في الملح لحد ما ايه الاكل يخلص وتشوفيه علشان ما يطلعش معاكي حادق يعني. ماشي. هنا ايه الطماطم حطيناها، حطينا التوابل بتاعتها، البصل، الثوم، كل حاجه. معانا اللحمه بتاعتنا هنطلعها رخرة. طبعا الصلصه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله عماله تشيل وتحط اهو. هننزل باللحمه كده في قلبها اهي. هنديها برضو غلوتين حلوين كده التسبيكه باللحمه، وبعدين هننزل بالبسله الحلوه الجميله اللي هي لسه في اول السنه دي. هننزل بالبسله كده عليها اهو. في ناس طبعا ما بتحطش اي حاجه من الخضار ديت الا لما التسبيكه تستوي او تنشف، فانا بقول لك لا، حطي مش كل الخضار يعني اللي يتحط لما التسبيكه تنشف. كل ما التسبيكه خدت معاكي غلوتين وبقت حلوه كده وزي الفل كده، مش ضروري تنشف خالص وانت هترجعي كده تزوديها ميه تاني، لا. فانت تحطي الحاجه بتاعتك الخضار بتاعك لما التسبيكه تاخد لها غلوتين 3 كده بالبصل، تنزلي بالخضار بتاعك على طول. ماشي. هنسيبها بقى لحد ما تستوي.
تاخد لها تستوي اللحمه بالجزر بالبسله كده، وتستوي حلو معانا وريحتها تظهر معانا، ونوريها لكم تاني. زي ما انتوا شايفين كده ادي حله البسله اهو. شايفين البسله معانا عامله ازاي؟ شايفين؟ شامين؟ شايفين العسل؟ شايفين الجمال؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين؟ اللهم صل على النبي.